شلون استشهد والدك؟ والدي استشهد يعني الصبح قاعد، هو بالجيش داوم والدي، فقاعد الصبح احنا كنا جاي نبني بيت هسه جديد بلوك اللي احنا دائما انت نقول حجر او بلوك. هاي الحكي بداية حرب داعش صحيح؟ هاي لا هاي 2008. اوكي. 2008 نعم. احنا بعدنا يعني صغار، اخوي كبير عندنا، فوالدي قاعد جاي احنا نسوي تاسيس مال الكهرباء، فرحت جبت واير وجيت والدي قال راح اروح اني عندنا وكاله مال مواد غذائيه احنا، فقال راح اروح اودي الورقه مال الحليب حتى يجيبونها بالمخازن، عود السياره شويه ما اعرف ايش بيها السياره، عند البي ام كانت، فراح والدي رجع رايح جوا، احنا عندنا حي صناعي جوا شويه منطقه بعيده، فوالدتي قالت لاخويا خابر على ابوك حتى يجيب الكهربائيات وياه، فخابرنا طلع واحد قال ابوك بالمستشفى. جي اخوي قلت له هذا كذاب، قلت له يشاق وياك جوز ابوي يشوف باجتماع بهذا. امي راسا اخذت تليفون صارت خابرت والدي جاي يمشي واحد ضربه من ورا طلقه بدون سبب؟ لا اكيد هو هددوه يعني مو تنظيم القاعده كان احنا يمنا. نعم. ووالدي بالجيش فقالوا له تبطل، قال لهم انا ما ابطل. جي واحد ضرب طلقه واحده بقلبه، لما وصل المستشفى استشهد. الله يرحمه طبعا. يرحمه. ما لحق يشوفك وانت نجم للاسف. لا